من اكتر الناس اللي انا مقتنع انهم ما خدوش حقهم اعلاميا هو الكابتن ياسر ريان. والكابتن ياسر ريان اللي ما شافوش كان من الباكات اللي بتشوف منهم اداء استثنائي ومميز في كل المباريات، وكان بيتميز بالسرعة الخارقة احيانا. حتى الناس اللي اتفرجت على التصريح الشهير بتاعه انه قال انه اسرع من كابتن محمد صلاح، لو كنت اتفرجت على كابتن ياسر كنت هتعرف انه صادق جدا في كلامه، وانه كان سريع جدا لدرجة انه ممكن يكون اسرع من صلاح فعلا. لاعب الكورة السرعة من اكبر واهم اسلحته، وخصوصا لما تكون بتلعب على الطرف، فمحتاج ان انت تكون سريع عشان تسبق المدافعين وتعمل كروساتك. كابتن ياسر من الناس اللي كانوا بيتميزوا بحاجة عجيبة، يعني اللي اتفرج عليه هيفهم انا اقصد ايه. كابتن ياسر تشوفه الباك الشمال وتشوف طريقته في اللعب في الشمال، تقول الراجل ده اشول، مولود اشول، وبياكل بايده الشمال عادي جدا. تشوفه لما يروح ناحية اليمين تقول الراجل ده بيلعب برجله اليمين طول عمره وعمره ما كان اشول. ودي حاجة عجيبة جدا، تحس بالبلد كده ملوش عدلة، انت مش عارف هو بيلعب برجله الشمال ولا بيلعب برجله اليمين. كان بيجيد اللعب برجلين الاتنين بطريقة مميزة جدا، وكان بيعمل حاجة برضه رائعة في الكورة، مش محتاج ان هو يتعب نفسه في الترقيص، يعني مع انه كان يملك المهارة دي كمان. الباك اللي يقدر يعدي 1-على-1، ولو اتزنق ومش هيعدي 1-على-1 هو محتاج حاجة بسيطة خالص. انت داخل عليا هرمي لك الكرة وراك 4-5 متر وتعالى ندخل في سبق، ايه اللي هيحصل؟ هسبقك، انتهى الموضوع. كابتن ياسر ريان من اللعيبة اللي مثلا حظه مع المنتخب معرفش ليه كان حظه برضو قليل. دايما مبارياته وتواجده في المنتخب كان مش بالحجم اللي يستحقه. يمكن كان في برضو عمالقة في الباك الشمال في الفترة دي زي كابتن محمد عمارة وخلافه يعني، لكن كابتن ياسر ريان كان يستحق دور اكبر مع المنتخب. لو بصيت على طريقة لعبه هتلاقيه دايما فاتح سبرنت على الاخر، وبيقدر يعدي 1-على-1 في كل المرات اللي بتقابل فيها. غير انه كان مميز جدا في كروساته، وكان هداف في كل المواقف اللي هو بيكمل فيها، كان يقدر يجيب اجوان بسهولة. غير بقى الفوت وورك العالمي بتاعه. انت كابتن ياسر لو دخل عليك وبدأ يمرجح لك مرجحة دينيلسون، اعرف ان انت هتترقص. الاسلوب اللي كان بيستخدمه والسرعة اللي كان بيتميز بيها، ده غير اللعب برجلين الاتنين. بص الحتة اللي بيرقص الراجل وبيقعده على الارض ده، دايما هو استاذ الخط. من اللعيبة اللي انت تحب تتفرج عليهم. يعني انا كنت اتمنى انه كانوا يبقوا الاتنين في جيل واحد ونشوف لهم سباق سرعة، هو محمد صلاح بجد. كابتن ياسر من ناشئين نادي المنصورة، ولما انتقل للنادي الاهلي قعد مع النادي الاهلي اكتر من 10 سنين، ابدع واقنع فيهم. من الناس اللي يعني خطوا كده علامة كبيرة في تاريخ النادي الاهلي. زي ما دايما الجبهة اليسرى في الاهلي فيها عظماء. انا عمري ما شفت نادي في الدنيا بتهيألي يعني كده مر على كل اجياله العدد ده من الناس اللي بيلعبوا في الجنب الشمال بالعظمة دي. ابتداء من ما اتذكرهم كابتن ربيع ياسين، الشخصية الرائعة واللاعب المميز والخلوق والمبدع، واللي برضه مش واخد حقه خالص، لا في الاعلام ولا حتى في التدريب ولا مكانته اللي يستحقها. مرورا بقى بالناس اللعيبه الكبار جدا اللي عملوا تاريخ مع النادي الاهلي زي كابتن محمد عمارة وكابتن أسامة عرابي وكابتن ياسر ريان، وبعد كده كابتن جilberto وكابتن سيد معوض وكابتن احمد ابو مسلم، ومرورا الله يرحمه ويحسن اليه كابتن محمد عبد الوهاب. الناس
لحد ما جينا للعظيم كابتن علي معلول، الناس اللي عملوا تاريخ رائع للنادي الاهلي وعمرنا ما ننساهم. اسيبكم بقى تتفرجوا على الكابتن الجميل ياسر ريان وتشوفوا سرعته ومهاراته، وقولوا لنا بقى في الكومنتات اللي انتوا شايفينه ده، حاسين ان هو اسرع فعلا من كابتن محمد صلاح وعنده حق، ولا كابتن محمد صلاح اسرع؟